السؤال دايما بيجي تحمل ايه مع النخل؟ يعني ده انا زارع على 8 في 8 المسافه دي كلها، ازرع حاجه تحته ولا ممكن تضره؟ التحميل هو ان انا ازرع اكتر من محصول في نفس الارض بشكل متداخل، بحيث ان انا اعمل اقصى استفاده من مساحه الارض. يعني زي الارض اللي ورايا دي مزروع فيها مانجا ومزروع فيها نخل ومزروع فيها شتلات سيكا نخل زينه من تحت هي موجوده ورايا، كل ده موجود في نفس المكان بحيث ان انا اخد اقصى استفاده من الارض بشكل او باخر. بس الكلام ده برضه ليه مزايا وليه عيوب. طبعا اهم المزايا استغلال امثل لمساحه الارض، استغلال الايد العامله، استغلال التسميد اللي واصل، شبكه الري، استغلال الموارد، تقليل المخاطر بحيث ان انا بيبقى عندي اكتر من محصول في نفس الوقت، لو واحد فيهم قيمته قلت فالتاني يغطي معايا. في المقابل بقى بتيجي العيوب. طبعا اول مشكله خاصه لو الشبكه واحده ما هماش شبكات منفصله، بنلاقي مشكله ان انا مش قادر اظبط جداول التسميد والخدمه، لان انا ببقى اهتمامي مثلا بالعنصر الاساسي وبيبقى في عنصر ثانوي هو واخد بقى ايه بالبركه كده هو ورزق. ثانيا ضيق المساحه بيخلينا ما نقدرش ندخل مكن تقيل، بيبقى كل بقى الشغل يدوي ومعتمد على العماله بشكل اكبر. الحاجه الثالثه برضو ان ضيق المسافات دي ممكن تضايق العامل، خاصه مثلا لو زارع حاجه فيها شوك بالاضافه للنخل مثلا، تروح تلاقي ده مع ده العامل بيشتغل بحرص، بالاضافه ان هو بيكروت ساعات الشغل او ما يعملوش ايه كما يجب. يعني فالحرص ده بيكون نتيجته ان العامل بيبقى شغله كده سلو موشن بالراحه، تلاقي في اخر اليوم انتاجيته ضعيفه. طب انا بالنسبه لي انتاجيه العامل ده عنصر مهم جدا في حساب الجدوى الاقتصاديه بتاعت اي محصول، علشان انا لازم اشوف هو جمع كام برنيكه في اليوميه بتاعته. حاجه كمان برضو بيحصل تنافس بين النباتات الكبيره تضلل على النباتات الصغيره، بناء عليه الشمس ما توصلهاش، فده هيأثر معايا على المحصول. وبرضو نفس القصه بيحصل تنافس من تحت في منطقه الجذور على الغذاء اللي واصل تحت. وطبعا نيجي لاهم مشكله عندي هي ارتفاع الرطوبه نتيجه الكثافه النباتيه اللي حصلت دي، فارتفعت الرطوبه وبناء عليه بتاثر عاده على الثمار وبتزود الاصابات الحشريه والاصابات الفطريه عندي. كل دي اسباب بتخلي الموضوع غير مجزي قوي. يعني اغلب الناس اللي بيجربوه مره ما بيتنهوش مره تاني، وبيلاقوا ان هو مش جايب همه ولا جايب تعبه وما بيكملوش فيه. ولو انت يعني حابب قوي، انا نصيحتي ليك حاول شارك العامل على الموضوع ده. يعني مثلا انت بالتقاوي وهو بالمجهود، ونشوف في الاخر ايه صافي الربح وضعه ايه، لان هو لو اشتغلوا كيوميه هتلاقي الموضوع مش افضل حاجه. المهم يا جماعه انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واتمنى يا رب اكون افدتكم. ولو في عندكم بقى اي استفسارات اكتبوها لنا تحت او ابعتوها لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. ويلا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. باي خدمات، السلام عليكم.